السلام عليكم. كي دايرين؟ نتمنى تكونوا بخير. اليوم غادي نهضروا على واحد التمرة اللي كيعرفها الجميع، ولكن قليل اللي عارف قيمتها الحقيقية، وهي القرقاع او الجوز. هاد الفاكهة الجافة ماشي غير لذيذة، راها فيها اسرار غذائية وطبية كبيرة. كتحافظ على الجسم من الداخل، وكتقوي المناعة، وكتعاون على تنظيم الهرمونات وتحسين المزاج. غادي نحاول نعطيكم اليوم معلومات دقيقة وواقعية على كل الفيتامينات والمعادن اللي فيها، وكيفاش كتخدم في الجسم. حفنة صغيرة في اليوم كافية باش تعطيك الفائدة، وحتى إلا كان ثمنه شوية مرتفع راه ماشي مشكل، حيث إلا نقصنا من الحلويات الضارة والسكر ونعوضهم بحاجة طبيعية بحال القرقاع، غادي نستافدوا أكثر ونحافظوا على صحتنا. القرقاع هو تمرة ديال شجرة الجوز، كيجي داخله لب كيشبه شكل الدماغ، وهذه الإشارة قوية الفائدة ديالو الكبيرة في تنشيط المخ وتقوية الأعصاب. كاين في أنواع كثيرة من الجوز، ولكن القرقاع البلدي الطبيعي هو اللي فيه الفائدة الكبيرة، خصوصا إذا كان ماشي محمص بزاف. كيقوي القلب والشرايين. القرقاع فيه دهون نافعة بحال الأوميغا 3 اللي كتنقص من الكوليسترول الخايب، وكتحافظ على القلب من الجلطات. كاين فيه كذلك المغنيسيوم والبوتاسيوم اللي كيساعدوا في تنظيم الضغط الدموي وتنشيط الدورة الدموية. من أكثر الفواكه الجافة اللي كيغذيو الخلايا العصبية هو القرقاع. كاين فيه فيتامين بي 6 و بي 9، وهما ضروريين للأعصاب والذاكرة والتركيز. كيساعد الناس اللي كيعانيو من التوتر، القلق أو ضعف التركيز، وكيعطي طاقة عقلية ونفسية إيجابية. كيوازن الهرمونات. القرقاع فيه زيوت نباتية طبيعية كتعاون في تنظيم الهرمونات عند الرجال والنساء، وكيأثر بشكل إيجابي على المزاج والطاقة. عند النساء كيساعد حتى على التوازن الهرمونات ديال الدورة الشهرية، وعند الرجال كيدعم الهرمونات الذكورية بشكل طبيعي. لأنه غني بالأوميغا 3، فهو كيساعد على تحسين المزاج والنوم، وكيحارب الاكتئاب والإرهاق العصبي. حتى الناس اللي كيعانيو من القلق أو العصبية من الأحسن ياكلوا 3 الحبات أو حفنة صغيرة كل نهار. القرقاع فيه ألياف غذائية كتساعد على حركة الأمعاء، وكيحسن الجهاز الهضمي. كيساعد الناس اللي عندهم الإمساك أو القولون العصبي، وكيعاون المعدة باش تخدم براحتها. كيقوي المناعة. القرقاع فيه الحديد والزنك والنحاس، وهما معادن ضرورية لتقوية المناعة والعضلات. كاين فيه فيتامين أو اللي كيعطي طاقة وكيحافظ على الخلايا من التلف. زيت القرقاع كيستعمل لترطيب البشرة وحمايتها من الجفاف، وحتى الشعر كيستافد منه حيت كيغذي من الجذور. وزيد على ذلك القرقاع فيه مضادات الأكسدة اللي كتحمي الخلايا من التلف، وكتأخر علامات الشيخوخة سواء على الجلد ولا على الجهاز العصبي. ما نكتروش بزاف حيت فيه سعرات حرارية عالية، غير القليل كافي. ما نحمروش القرقاع وناكلوه، حاول تاكله طبيعي بلا ملح وبلا اضافات. الناس اللي عندهم حساسية من المكسرات خاصهم يتفاداو القرقاع.
باختصار القرقاع ماشي غير فاكهة جافة، راه دواء طبيعي متكامل فيه زيوت، الفيتامينات والمعادن اللي الجسم محتاجهم يوميا. خليه يكون جزء من نظامكم الغذائي وغادي تحسوا بالفرق في الصحة والطاقة والمزاج. ما تنسوش تكتبوا لي في التعليقات شنو كتظنوا في القرقاع، واش كتدخلوه في الأكل ديالكم ولا لا. مع السلامة في فيديو جديد إن شاء الله.